كائنات مرعبة بتخلي الطلاب تلعب ألعاب مميتة، واللي بيخسر منهم بيموت بطريقة بشعة. فلو بتخاف أحسن لك تقفل الفيديو. بيبدأ الفيلم وبنشوف طالب اسمه تاكاهاتا، وبيكون تاكاهاتا طالب ذكي جدا، وبسبب ذكائه ده كان دايما بيحس إن هو زهقان وإن مفيش حاجة بتخليه مستمتع، فكان بيتمنى أي حاجة جديدة ومختلفة تحصل في يومه علشان يخلص من الملل ده. فللأسف اليوم ده أمنيته بتتحقق، وبيحصل حاجة ما كانش يقدر يتخيلها في أسوأ كوابيسه، وهي إن مرة واحدة راس المدرس اللي بيدرس له بتنفجر وبيخرج مكانها شيء شكله مرعب جدا، بتكون عيونه واسعة وابتسامته مرعبة جدا. وبعد لحظات من الصمت بص للطلاب وقال لهم اسمي داروما، وهنلعب لعبة صغيرة كده سوا. وبيتفق اتفاق مع الطلاب، وهو انه لو لف راسه وشاف اي حد بيتحرك هيفجر راسه ويقتله على طول. بس بيقول لهم برضو ان مسموح ليهم ان هم يتحركوا طول ما هو مش باصص عليهم. وبيبدأ داروما على طول وبيلف راسه، وبيشوف ان في طالب بيتحرك وبيقتله على طول في وقتها. وكان في حاجة غريبة قوي بتحصل، وهي ان كل طالب بمجرد ما يتقتل كانت بتخرج من راسه وبدل الدم كرات حمراء صغيره. وبعدها بمجرد ما داروما بيديهم ظهره بيطلع حبه طلاب وبيحاولوا ان هم يفتحوا الباب، بس بيطلع ان الباب مش بيفتح وان هم محبوسين ومش هيعرفوا يطلعوا. وبعدها بيلف داروما تاني وبيقتل اللي كانوا بيحاولوا يفتحوا الباب، وبيكون كل الطلاب مرعوبين جدا. بس بيظهر طالب اسمه ساكاتي وبيحاول يهديهم، وبيقول لهم ان كلهم هيموتوا وان اللعبه كده كده مش هتسيب حد حي. وبيقول لهم ان الحاله الوحيده اللي ممكن نقدر نعيش فيها وهي ان في زرار في ظهر داروما، لو قدرنا ندوس عليه اللعبه هتقف وهنعيش. وفي وقتها في طالب منهم بيتحمس وبيجري علشان يدوس عليها، بس وقتها داروما بيلف بسرعه جدا وبيقتله. وبنعرف ان دي الطريقه اللي دايما داروما بيستخدمها، وهي انه يكون بيتكلم بالراحه جدا، بس اول ما يحس ان في حد قرب منه او ان في حد بيتحرك بيلف بسرعه جدا وبيقتله. بعدها بنكتشف احنا والطلاب ان بيكون في مؤقت للوقت في ظهر اللعبه، وبنعرف ان اول ما المؤقت ده يقف الطلاب كلهم هيموتوا. وبنعرف ان مش قدامهم غير دقيقه واحده بس. فبيحاول الطلاب يقربوا من داروما علشان يدوسوا على الزرار ويخلصوا من الكابوس ده، بس بيتزحلقوا بسبب كور الدم اللي على الارض. وداروما وقتها بيلف وبيموتهم، وبيكون اغلب الطلاب ماتوا ومش بيكون فاضل في الفصل غير تاكاهاتا وساكاتي، وبيكون فاضل من المؤقت ده 10 ثواني بس. فبيعرف وقتها تاكاهاتا وساكاتي ان هما الاثنين مستحيل يكسبوا في التحدي ده غير بخطه ينفذوها هما الاثنين سوا. وبتكون الخطه دي هي ان ساكاتي هيوطي وتاكاهاتا هينط من فوق ظهره ويروح لداروما ويطفيه، وحرفيا في اخر ثانيه بيقدر تاكاهاتا ان هو يدوس على الزرار ويطفي داروما. وبعدها بنشوف ان داروما متضايق جدا ان هو خسر التحدي، وبيكون ساكاتي وتاكاهاتا فرحانين جدا ان هم هيعيشوا وقدروا ان هم يهزموا اللعبه دي. بس في لحظه راس ساكاتي بتنفجر، وبيقول داروما ان اللي فاز في التحدي ده هو تاكاهاتا علشان قدر ان هو يدوس على الزرار. وبيكون تاكاهاتا مصدوم جدا من اللي حصل في صاحبه، وبيقول له داروما جمله وبيكون بيحرق له اللي هيحصل بعد كده. والجمله دي بتكون هي ان القطه جايه. وبعدها باب الفصل بيفتح وبيظهر بنت اسمها تشيكا، وبنكتشف ان تشيكا دي هي البنت اللي تاكاهاتا بيحبها. وبتكون تشيكا مصدومه ومرعوبه من اللي بيحصل، فبيطلع تاكاهاتا من الفصل علشان يطمن عليها. وبتقول له تشيكا ان هي كمان كانت في نفس التحدي بتاع داروما، وان هي بس اللي نجت منه عشان لما قدرت تدوس على الزرار كانوا كل اللي معاها في الفصل ماتوا. فبيقول لها تاكاهاتا ان ده نفس اللي حصل معايا برضه، واننا لازم نتصل دلوقتي بالبوليس علشان يقدر يلحقنا. بس بمجرد ما بيطلع تاكاهاتا موبايله بيلاقي ان المكان ما فيهوش شبكه، فبيجي للاتنين حاله ذعر وبيحاولوا ان هم يطلعوا ويهربوا من المدرسه دي باي طريقه. بس بيطلع ان هم الاتنين محبوسين، وحتى الابواب مقفوله ومش راضيه تفتح مهما حاولوا. فبيمسك تاكاهاتا طفايه حريق وبيحاول ان هو يكسر الازاز، بس بيلاقي ان كل ده من غير فايده. وفجاه بيلاقوا ان في باب من الابواب بيفتح، وبيطلع ان هو الباب اللي بيوصل على صاله الالعاب الرياضيه. ولكن للاسف بمجرد ما بيدخلوا الباب بيقفل تاني مره واحده. بس الحاجه اللي بتطمنهم شويه ان هم مش بيكونوا لوحدهم، وبيكون معاهم طلاب تانيين وبيكونوا لابسين لبس شبه بتاع الفيران. فبيعرف تاكاهاتا على طول ان هم هيخشوا على لعبه جديده، وبيكون مكتوب على الارض ان هم علشان يطلعوا عايشين من التحدي ده لازم يدخلوا الكوره في السله. وبعدها الارض بتتهز جامد جدا وبتتكسر، وبيطلع تمثال من الارض على شكل قطه، وبتاكل القطه في وقتها طالب لابس لبس الفار. وبعدها القطه بتروح لتاكاهاتا وتشيكا بس مش بتاكلهم، فبيعرفوا وقتها ان القطه بتاكل اللي لابسين لبس الفار بس. وبعدها تاكاهاتا بيشوف كوره جايه له من على الارض، وبيعرف ان دي الكوره اللي لازم يدخلوها في السله. وبيعرفوا ان السله اللي المفروض يدخلوا فيها مش السله العاديه بتاعه الصاله، وان هم لازم يدخلوا في سله تانية موجوده في القطه. فبيقول تاكاهاتا لبقيه الطلاب الموضوع ده، فبيطلع ان في وسط الطلاب طالب بيكون لاعب كره سله محترف، فبيطلب من البنت تحدف له الكوره بسرعه. فبياخدها وفعلا بيحدفها، وكانت خلاص هتخش في الشبكه. بس في اللحظه الاخيره القطه بتاخد بالها وبتمسكها وبترمي الكوره على لعيب الباسكت المحترف بقوه جدا لدرجه ان هو بيموت. بعدها القطه بتبص على تاكاهاتا وتشيكا بس مش بتاكلهم، وبتقعد تبص على بقيه الطلاب، وبتلاقي ان في كذا طالب بيكونوا لابسين لبس الفار، فبتروح عليهم وبتاكلهم. فوقتها تاكاهاتا بيقول للطلاب يقلعوا لبس الفار ده بسرعه علشان القطه بتاكل الطلاب اللي
اللي بيكونوا لابسين لبس الفار بس، وكلهم بيسمعوا كلامه وبيقلعوا اللبس وبيبقوا فاكرين ان كده القطه مش هتاكل حد فيهم. بس وقتها لما القطه مش بتلاقي طلاب لابسين لبس الفار بتقعد تاكل وتقتل في اي حد، فالطلاب كلهم بيفضلوا يجروا وهم خايفين. فبتتدحرج الكوره تاني جنب تشيكا، وبتلاحظ تشيكا وقتها ان في مؤقت شغال في الكوره ومش فاضل فيه غير 3 دقايق وبس. وفي نفس اللحظه دي القطه بتكون خلاص هتقتل تشيكا، بس كاتاهاتا لما بيلاقي ان حبيبته هتتقتل بيلبس بسرعه لبس الفار وبيعرض حياته للخطر، وبيفضل ينده على القطه علشان يقدر ينقذ حبيبته. فالقطه فعلا بتجري عليه وبتسيب تشيكا. وقتها كاتاهاتا بيفضل يجري وبيحاول ان هو يشتت القطه، وبيطلب وقتها تاكاهاتا من بقيه الطلاب ان حد فيهم يرمي له الكوره. بس وقتها كلهم بيكونوا خايفين ان هم يتقتلوا لما يعملوا كده ويحصل فيهم زي ما حصل في لاعب السله المحترف. بس وقتها بيدرك تاكاهاتا ان هو فاهم القطه بتقول له ايه، وده علشان هو لابس لبس الفار. وبيطلع ان القطه بتاعتنا مش عايزه غير ان هو يهرش لها في ظهرها علشان تقدر تنام. فبمجرد ما بيفهم تاكاهاتا ان ده كل اللي القطه عايزاه بيجري بسرعه وبيطلع على ظهرها وبيفضل يهرش لها، وبيقول لهم تاكاهاتا بعدها يهرشوا معاه على القطه علشان القطه تنام واللعبه تخلص. وفعلا القطه بتكون نامت بعد ما كله راح وهرش لها. فبيعرف تاكاهاتا ان ده وقت ان هو يرمي الكوره في السله اللي في القطه، بس بيجي له وقتها حد من الطلاب وبيقول له هات الكوره انا اللي ارميها، علشان ممكن يحصل زي اللعبه اللي فاتت واللي يدخل الكوره في السله بس هو اللي يعيش. وبيفضلوا كلهم يتخانقوا على مين هياخد الكوره ويرميها، وبسبب صوت خناقهم العالي القطه بتصحى تاني وبتبدا تقتل فيهم من جديد. فبيفضل تاكاهاتا يفكر يعملوا ايه علشان يقدروا ان هم يخلصوا اللعبه. فبيقرر تشيكا وتاكاهاتا ان هم يحطوا كوره حقيقيه وكوره مزيفه ويلفوهم بحيث ان ما يبانش منهم حاجه علشان يقدروا ان هم يشتتوا القطه. بس بيبان ان الكوره المزيفه مع تاكاهاتا وهو بيجري علشان بيظهر منها جزء والقطه بتشوفه. وقتها تشيكا بترمي الكوره اللي معاها في القطه، بس القطه بتقدر ان هي تمسكها. بس بعدها بيرمي تاكاهاتا الكوره اللي معاه، وبيطلع ان الكوره الحقيقيه هي بتاعه تاكاهاتا، وان هم كانوا مغلفينها بكوره تانية مش حقيقيه علشان يقدروا يشتتوا القطه. بس للاسف الكوره مش بتخش في السله. بس في اللحظه الاخيره بيظهر طالب من ورا القطه وبينط وبيمسك الكوره وبيدخلها هو بنفسه. فبعدها القطه بتفضل تقول اسماء الناجيين، وبتقول اسماء 3 اشخاص بس، وهم تاكاهاتا وتشيكا وامايا. وبنعرف ان امايا ده هو اللي دخل الكوره في السله. بس تاكاهاتا وتشيكا بيستغربوا لما ما يلاقوش اسماء باقي الطلاب، بس بنعرف وقتها ان ده بسبب ان امايا قتلهم. وبنعرف ان امايا ده سايكوباتي وبيحب الالعاب دي علشان قدرت تخليه يظهر على حقيقته. بس اول ما بيعرف تاكاهاتا ده بيشتم امايا وبيقول له انت ازاي شخص حقير كده. بس بيقول له امايا على فكره انت كمان جواك شخص زيي، بس انت لسه ما اكتشفتش ده. فبتتعصب تشيكا وبتقول له انت شخص حقير، مستحيل تاكاهاتا يكون شبهك. بس وقتها القطه بتطلع دخان غريب، وبنروح وقتها الاسره بتكون قاعده قدام التلفزيون وبيكونوا بيتفرجوا على الاخبار. وبنكتشف وقتها ان الاحداث اللي بتحصل دي بتكون بتحصل في طلاب العالم كله، ومات في الاحداث دي في حدود 10 مليون طالب، ومش بيكونوا عارفين مين اللي ورا الموضوع ده. بس بيعرفوا ان غالبا دول كائنات فضائيه، وبيكون في مربعات بيضاء بتطير حوالين العالم كله، وبيكونوا بيتوقعوا ان الطلاب اللي نجوا اتحجزوا جوه المربعات دي. وبتكون الشرطه بتحاول تلاقي حل علشان يقدروا ان هم يحرروهم، بس ما بيكونش في اي حل الشرطه قادره ان هي تعمله. بعدها بنرجع لتاكاهاتا وبنعرف ان القطه نفخت في وشهم دخان خلتهم يغمى عليهم ونقلتهم جوه المكعبات البيضاء. ولما بيفوق تاكاهاتا بيلاقي حبيبته القديمه في وشه، وبنعرف ان هم كانوا مرتبطين من 3 سنين. وبيظهر ان في 2 طلاب كمان معاهم ومنهم طالب عبقري. وبيعرف تاكاهاتا ان اسمهم كلهم بيبدا بحرف التي، فهم كده متقسمين على حسب اسمائهم. فبيخاف جدا تاكاهاتا على تشيكا علشان عارف ان هي كده مع امايا علشان اسمها الاول بيبدا بحرف الالف. فبيحاول تاكاهاتا يتحرك ناحيه الباب بس بيطلع مقفول. وقتها بيلاقي طالب من الطلاب زر فبيدوس عليه وبيطلع ان الزر ده بيجيب الاخبار. فبيعرفوا الطلاب ان هم جوه المربعات البيضاء الطايره في الهواء، وان اللي بيحصل فيهم ده بسبب المخلوقات الفضائيه. وبعدها بيظهر على الشاشه جمله بتقول جيب المفتاح علشان تقدر ان انت تنهي اللعبه. بعدها بيخش عليهم الاوضه 4 كائنات شكلهم غريب وبيقولوا لهم ان اللعبه هتبدا. فبيسالهم الطالب العبقري هو احنا هنلعب ايه. فبنعرف ان اللعبه الجديده دي هي ان طالب بيقعد والكائنات دي بتلف حواليه، ولما الاغنيه بتخلص الطالب المفروض يعرف مين اللي وراه. وبنعرف ان عينه لازم تكون متغميه وقتها. وفعلا بتبدا اللعبه والكائنات بتفضل تلف من وراه. وبعدها بيسالوه مين اللي وراك دلوقتي. فبيكون الطالب العبقري متوتر جدا وبيجاوب غلط، وبيطلع ولا عبقري ولا حاجه. وبيصوبوا عليه اشعه الليزر، وبتطلع ان الاشعه دي بتخليهم يقدروا يتحكموا في الطالب. فبيفضل الطالب يضرب نفسه بقوه في الارض لحد ما بيموت. بعدها الكائنات دي بتروح ناحيه واحده منهم وبيقولوا لها ان الدور دلوقتي عليها. فبتقول لهم ان هي مش عايزه تلعب. فبيقولوا لها براحتك، وبيبقوا خلاص هيضربوها بالليزر. فبتقول لهم خلاص هلعب، وهي كانت مرعوبه جدا. وفعلا بيلفوا حواليها وبيفضلوا يغنوا ويلفوا. بس لما اللعبه بتخلص بتقعد تفكر وقت كبير جدا ومش بتلحق تجاوب وتقول مين اللي وراها. فبيضربوها بالليزر وبيخلوها تقتل نفسها بطريقه بشعه، وهي ان هم بيقسموها نصين. وبعدها الكائنات دي بتروح لهم وبتقول لتاكاهاتا ان
ان الدور على الاكس بتاعتك. فبيقول لهم تاكاهاتا انا اللي هلعب دلوقتي وهبدل معاها. فبتوافق الكائنات وفعلا بيغموا عين تاكاهاتا وبيفضلوا يلفوا حواليه ويغنوا. وبيجي وقت الاختيار وتاكاهاتا بيفاجئهم كلهم علشان بيقدر ان هو يختار صح. وقتها الكائنات بيكونوا متضايقين جدا وبيعرفوا ان ده بسبب ان هو قدر يميز اصواتهم. فوقتها الكائنات دي بتتدمر وبيقدر ينقذ حياة الاكس بتاعته. وبيبقى في وقتها مفتاح واقع فبيمسكه وبيطلع من الباب وبيلاقي طالب تاني بيجري وراه كائن شكله مرعب جدا. وبيطلع ان الكائن ده بيقتل اللي بيبقوا واقفين لوحدهم. فبيمسكوا هما التلاتة ايد بعض وبيمشي الكائن اول ما يشوفهم مع بعض. بنرجع بعدها فلاش باك وبنشوف ازاي الاكس وتاكاهاتا عرفوا بعض. وبيطلع ان هي كانت هتنتحر. فبالصدفة كان هو واقف عمال يكسر في كوبايات في الحيطة علشان كان متضايق جدا. فعلمها لما تبقى متضايقة ان هي تعمل الحركة دي وهتهدى كتير. وقتها هما الاتنين وقعوا في حب بعض وفضلوا سوا. بنرجع بعدها تاني للوقت الحاضر وبتكون تشيكا بتجري من الكائن المخيف. فبيشوفها تاكاهاتا وبيجري عليها وبيمسك ايدها في اخر لحظة. بس وقتها الاكس بتكون غيرانة جدا علشان ساب ايدها ومسك ايد تشيكا. وبعدها بينزل كائن شكله غريب وبنعرف ان هما محتاجين 7 اشخاص ب7 مفاتيح والا هيموتوا. وبيكون معاهم وقتها 4 مفاتيح بس و6 اشخاص فمش بيكونوا عارفين يعملوا ايه. والوقت وقتها بيكون بيعدي ومش فاضل غير دقيقتين. فبيترمي لهم من بره 3 مفاتيح من ورا الباب. وبيكون الشخصين دول امايا وشخص تاني. بس اول ما بيعرف امايا ان هما محتاجين شخص واحد بس بيقتل الشخص اللي كان معاه. وبيقول لهم انه كان محتاج له عايش عشان الكائن المخيف اللي بيقتل اي حد بيكون واقف لوحده. بعدها بيدخلهم مفاتيح في الكائن الغريب. وبعدها اللعبه بتنده على اسمائهم وبتقول ان دول اللي نجحوا في اجتياز اللعبه. وبتديهم سله فيها لبسهم وبتقول لهم لو عايزين تفضلوا عايشين البسوا لبسكم. وبتفتح لهم بوابه غريبه وبيكون في صوت غريب جواها. فبيخش الطلاب بعد ما بيكونوا لبسوا وبيظهر دب قطبي عملاق وبيعرفهم ان اللعبه الجديده هتعتمد عليهم بشكل اساسي. وبتكون اللعبه هي ان الدب بيسالهم اسئله وان اللي بيكذب بس هو اللي بيموت. بس اللي بيقرر مين الكذاب فيهم هم بقيه الطلاب. وفي نفس الوقت لو مفيش فيهم حد كذاب محدش هيموت واللعبه هتخلص. فبيكون اول سؤال هو ايه هو اكلتكم المفضله. فكل واحد بيقول له اكلته المفضله. بس في واحد منهم بيقول ان الخضار هي اكلتي المفضله. فبيقول الدب وقتها ان واحد منكم هو الكذاب ولو ما حددتوش مين هو في خلال دقيقتين انا هقتلكم كلكم. فبيقول لهم امايا ان اللي بيكذب هو الطالب اللي قال الخضار. فكلهم بيقتنعوا وبيتفقوا عليه. وفعلا الدب بعدها بيقتله. بس بنعرف بعدها ان الطالب ده ما كانش بيكذب. بعدها بيقول لهم الدب السؤال اللي بعده وبيكون هو انتوا بتحبوا تاكاهاتا ولا لا. فبيقول لهم امايا ان هو بيحبه. وبتقول تشيكا ان هي برضه بتحبه. والاكس بتقول له ان هي لسه بتحبه. فبيقول له الدب بسخريه انت عندك شعبيه كبيره بس هل انت بتحب نفسك. فبيقول تاكاهاتا لا انا مش بحب نفسي. فبيقول الدب ان في واحد كذاب ما بينكم قدامكم دقيقتين علشان تعرفوا مين هو وتطلعوه. فتشيكا بتشك في امايا علشان بتفتكر ان هو اصلا سايكوباتي. فبتحس ان هو عايزهم كلهم يفضلوا يقتلوا في بعض علشان كده بتفتكره بيفضل يكذب وهو قاصد. بس الطالب ده بيقول ان تاكاهاتا هو الكذاب علشان بيقول ان هو ما بيحبش نفسه ومفيش حد ما بيحبش نفسه. بس وقتها بيفكر تاكاهاتا في حاجه مختلفه وهي ان كل الالعاب كان من شروطها ان في ناس تموت ما عدا اللعبه دي كان ممكن كلهم يعيشوا. فبيقول له الدب انت ذكي جدا علشان قدرت تلاحظ ده علشان كده احنا زارعين وسطكم واحد مننا بس يكون شكله بشري زيكم علشان نضمن ان هيكون في كذاب ما بينكم وان القتل هيفضل شغال. بعدها في طالب منهم بيروح لاكس تاكاهاتا وبيقول لها ان هي اللي مزروعه وسطهم علشان ما حدش فينا يعرفك. فتشيكا بتدافع عنها وبتقول لهم لا وان هي تعرفها من زمان وان هي صاحبتها. وبيكون تاكاهاتا في الوقت ده عمال يفكر بس كلهم بيقولوا عليها هي الكدابه وبيشاوروا عليها. وقتها لما بتعرف ان هي هتموت خلاص بتقول لتاكاهاتا ان هي فعلا بتحبه. وبعدها الدب بيقتلها. فبيكون تاكاهاتا مصدوم جدا ان حبيبته السابقه ماتت بالطريقه الوحشيه دي وبيكون حزين جدا بطريقه ما تتوصفش وبيقعد يفتكر الذكريات اللي بينهم. وقتها الدب بيقول ان مش هي الفضائي اللي زرعوه وان هي كانت انسان وكانت صادقه. فوقتها تاكاهاتا بيقف في وش الدب وبيقول له انا عرفت مين هو الكذاب انت هو الكذاب ومفيش حد بينا كذاب غيرك. وبيقول له امويا اخيرا لاحظت ده. وبيطلع ان امويا بسبب ذكائه كان عارف من الاول ان الدب هو الكذاب. وقتها الدب بيتعصب جدا علشان اتقفش وبيفضل يهجم عليهم كلهم وبيحاول يقتل فيهم بس بيقع الدب وبيتحرق. وبنعرف ان هو مات بسبب ان هو فشل في الكذب عليهم وبيتحول لونه للون الاسود. بس قبل ما يموت بيقول اسماء الناس اللي نجحت وهيعدوا للعبه اللي جايه. وقتها بياخد تاكاهاتا السلسله بتاعه الاكس بتاعته وبيتحول المكان اللي هم فيه لمكان تاني مختلف. وبيطلع كائنات غريبه وبيقولوا لهم اللعبه اللي جايه والقوانين بتاعتها. وبيطلع ان اللعبه اللي جايه اسمها ماتاروشكا ودي لعبه صعبه جدا في اليابان. فاول ما بيعرف الطلاب ده بيحزنوا جدا وبيفقدوا الامل جدا وده بسبب ان هي صعبه وغالبا واحد بس فيهم اللي هيفضل عايش منها. وبتكون قوانين اللعبه ان الكائنات دي هيختاروا واحد وهيكون هو الشيطان ومهمته ان هو يختار علبه ويحطها في مكان محدد وبعدها الباقي هيستخبوا. والشيطان هيحاول يمسك 3 منهم ويحطهم في مكان اسمه السجن ولو قدر ان
هو يمسك 3 فكلهم هيموتوا، بس لو في حد منهم قدر ان هو يضرب العلبه قبل ما الشيطان يمسكهم كلهم هيتحرروا ومحدش هيموت. بس المشكله ان اللي هيضرب العلبه دي العلبه هتنفجر فيه وهيموت، فبكده لازم حد يضحي بحياته علشان يقدر ان هو ينقذ الباقي. وبتختار الكائنات دي امايا هو الشيطان، واول ما الطلاب بيعرفوا كده بيخافوا جدا عشان عارفين ان امايا سايكوباتي، وبيكون امايا فرحان جدا. وقتها كلهم بيجروا بسرعه من امايا وبيهربوا، وبيمسك امايا واحده من العلب دي وبيحطها في مكانها. بعدها بيمسك امايا 2 من الطلاب وبيضربهم وبيحطهم في السجن، وبيكون تاكاهاتا وتشيكا مستخبيين وشايفينه من الشباك وبيعرفوا ان هو شافهم، فبيلاقوا حبل وبيقرروا يهربوا وينطوا بيه من الشباك. فبينط تاكاهاتا بسرعه وبتقرر تشيكا ان هي تروح تواجه امايا علشان توفر وقت لتاكاهاتا. وقتها بيكون فعلا هرب تاكاهاتا وبيكون مستخبي من امايا، فبيقول له امايا وقتها انه مش هيمسكه وان هو خلاص مسك الثلاثه ومش محتاج يمسكه علشان يخلص اللعبه، وبيوعده ان هو لو طلع هيخلص اللعبه وهما الاثنين هيفضلوا عايشين. بس وقتها تاكاهاتا مش بيوافق علشان تشيكا كده هتموت. وقتها برضه بتعلي تشيكا صوتها وبتقول له انت مش شبهه، انت انضف منه بكتير، اوعى تخرج وتستسلم علشان خاطري. فبيقرر تاكاهاتا انه يطلع ويضحي بنفسه علشان خاطر تشيكا، وبيشوف قدامه درع حديدي فبيقرر ان هو يلبسه، وبيقول له وقتها امايا اخرج وهتفضل عايش. فبيقول له تاكاهاتا حاضر وهخرج دلوقتي، وكلهم بيكونوا خايفين جدا ان تاكاهاتا يضحي بيهم. بس بيكون تاكاهاتا خارج ولابس الدرع الحديد علشان امايا ما يقدرش ان هو يقول اسمه غير لما يشوف وشه، وهو كده مخبي وشه في الخوذه بتاعه الدرع الحديد. فبيفضل امايا يضحك جدا علشان بيكون تاكاهاتا مش قادر يتحرك بسبب التقل بتاع الدرع، وبسهوله بيقدر امايا ان هو يقلعه الخوذه بتاعه الدرع. واول ما بيشوف وشه فعلا بيقول اسمه، بس بيطلع ان كل ده خطه من تاكاهاتا علشان يربطه بسلسله. وطلع ان تاكاهاتا عمل كده لما كان امايا بيقلعه الدرع. وقتها بيقول له تاكاهاتا احنا عمرنا ما كنا شبه بعض، انت شخص حقير وبتتمنى موت اللي حواليك في مقابل اللي انت تنجو بنفسك، انا عمري في حياتي ما هكون شبهك. وقتها بيشد امايا السلسله وبيتحدى تاكاهاتا وبيقول له برضه هتغلب عليك. فبيقول له تاكاهاتا انا ما لبستش الدرع ده علشان اخبي وشي منك ولا علشان احمي نفسي من الانفجار، انا لبسته علشان السبب ده وبس. وبنشوف ان تاكاهاتا بيرمي نفسه من فوق المبنى علشان يقدر ان هو يشد امايا معاه ويعطله، فبيفضل امايا يشد في الدرع الحديدي علشان ما يقعش. ولما بيطلع امايا الدرع الحديدي من الميه بيطلع ان تاكاهاتا قدر ان هو يقلعه، وبيقدر تاكاهاتا ان هو يطلع تاني بسرعه للبرج. فبيحاول امايا ان هو يكون اسرع علشان عارف ان تاكاهاتا هيضحي بنفسه وينقذهم، وفعلا بيقدر تاكاهاتا ان هو يتجه ناحيتها وبيكون خلاص مش قادر. وهو ماشي هما الاثنين بيجروا ناحيتها، وفي اللحظه الاخيره تاكاهاتا بينجح وبيقدر ان هو يشوطها، بس بتطلع ان هي مش هتنفجر ولا حاجه. والدنيا بتليل وبتطلع الكائنات الغريبه دي وبتقول ان اللعبه انتهت، وبسبب ان تاكاهاتا حرر السجناء فبكده خسر امايا. وبتنده الكائنات اسمهم وبتقول ان هم دول اللي كسبوا التحدي، فبيفرحوا جدا كلهم علشان هيعيشوا. وبيسالهم تاكاهاتا عن المتفجرات وليه ما اتفجرتش، فبتقول لهم ان دي كانت كذبه صغيره. وقتها بيمسك امايا كائن وبيقول له انا ما ينفعش اموت، فالكائنات كلهم بتقول له ان انت هتعيش وان محدش جاب سيره الموت وان اللعبه دي محدش هيموت فيها. وبيطلع وقتها العاب ناريه كتير علشان الاحتفال ان هم كلهم كسبوا وفضلوا عايشين. وبيطلع الكائنات دي ايس كريم ليهم علشان ياكلوه بمناسبه المكسب، وفعلا بياكلوه كلهم. وبعدها بيفضل تاكاهاتا يكلم تشيكا وبيقول لها انه عايز لما يرجعوا يرتبطوا ويكونوا سوا، فبتوافق تشيكا وبتتبسط جدا وبيفضلوا هما الاثنين يضحكوا. بس في وسط كلامهم واحلامهم بيلاقوا ان مكتوب على ايس كريم حاجه، وهي اذا كانوا هيعيشوا ولا لا. فبيكون مكتوب على الايس كريم بتاع تاكاهاتا ان هو هيعيش، بس بتاع تشيكا بيكون مكتوب عليه ان هي هتموت. وبتطلع الكائنات دي تاني بعدها وبتقول انكم عشان تعيشوا كل ده كان مطلوب منكم صفات كتير، منهم الشجاعه والقوه، بس كان في صفه واحده اهم من الاثنين وهي الحظ. وبنعرف ان كلهم هيموتوا بس تاكاهاتا وامايا بس هما اللي هيفضلوا عايشين. فبيفضل تاكاهاتا وتشيكا يعيطوا علشان كانوا بيحبوا بعض وبيقدروا ان هما يودعوا بعض قبل ما تشيكا تموت. وقتها الكائنات دي بتضرب تشيكا بالليزر وبتموتها. وقتها بيكون تاكاهاتا حزين جدا ومقهور وبيلاقي نفسه انتقل للعالم الحقيقي هو وامايا، وبيكون كل الناس متجمعين وفرحانين جدا عشان بيعرفوا ان هما اللي نجوا. يا ريت لو طريقتي عجبتك وعايز تشجعني اعمل سبسكرايب للشانل ولايك للفيديو ده، ولو وصلت لحد هنا حط الايموجي ده علشان اعرف ان انت كملت الفيديو لحد الاخر. في رايي الفيلم ده كان جامد قوي واحداثه شبه مسلسل سكويد جيم، فيا ريت تقول لي من وجهة نظرك انه عمل منهم افضل. ولو انت بتحب الافلام الهنديه فانا رشحت لك فيلم جامد قوي اسمه باغي، ما تنساش تشوفه هتلاقيه فوق. وسلام.